عمرك سألت نفسك ليه لما النور بيكون شغال بنفضل نتقلب السرير ومش عارفين ننام؟ ولما النور بيطفي فجأة نحس براحة ونعاس. الموضوع مش عادة ولا رفاهية، ده له تفسير علمي دقيق متعلق بحاجة اسمها الساعة البيولوجية. جسمك فيه نظام داخلي ربنا خلقه جواك اسمه سيركيديان ريذم. النظام ده شغال زي الساعة، بيراقب الوقت وبيقول لجسمك امتى تصحى وامتى تنام. بس عارف ايه اللي بيشغل الساعة دي؟ الضوء هو المنبه اللي بيقوله اصحى، والظلمة هي الإشارة اللي بتقوله يلا نام. لما بتكون الدنيا ضلمة العين بتبعت إشارة للمخ الدنيا ليل، احنا محتاجين نرتاح، وساعتها المخ بيبدأ يفرز مادة اسمها الميلاتونين. الميلاتونين ده مش أي مادة، دي المادة اللي بتخلي جسمك يحس بالنعاس، بتخفض درجة حرارة الجسم شوية وبتبطئ التنفس، وبتقول لكل خلية فيك الهدوء، احنا داخلين على نوم عميق. لكن لو في نور حوالين منك، حتى لو نور بسيط زي شاشة الموبايل أو نور خافت في الأوضة، المخ بيتلخبط وبيفتكر إن لسه نهار وبيوقف إفراز الميلاتونين. وساعتها تحس إنك صاحي متوتر، دماغك شغالة وما